تقريبا او اكتر، ساعه لما عرفت التراكمي، وبالصدفه دخلت اسال ايه السكري اللي بيقولوا عليه دوت لا حق ربنا، يعني ربنا يبارك لك، مش عايزه اقول لك حاجات عشان ما بقاش يعني هشهد لك بيني وبين ربنا، عشان بس ما تبقاش شهادتي مجروحه. بس بجد بجد اللي يمشي على كلام حضرتك بالامانه ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله طبعا في الاول وفي الاخر، وهيبقى صحته احسن بكتير من اي حاجه. انا النهارده خدت دعم جامد جدا من استاذ بلال، على ان التراكمي عنده كان رقم ونزل بقى 5 وشويه. اميره حبيبتي النهارده لما قالت كان كذا، رغم انها ما بتمشيش والخشونه والحاجات دي، بس ان هو ينزل في حد ذاته دي تخليني ما اخافش، ان انا مش لازم اخس قوي، بس اكيد السكر هيمشي باذن ربنا ان شاء الله. طبعا حاجه ناديه وناسي جميله، مش عايزه انسى اسم حد لان انت مش اخدتي عارفه احفظ بالك ده انت كله. اخدتي بالك ان هي ما بطلتش نشويات؟ السكر نزل من غير ما تبطل اه نشويات. انت عارفه ان انا كنت بخاف اكل اصلا الاكل لحد بالظبط. قبل ما يجيلك، ما كنتش باكل لقمه عيش، باكل سلطه وبروتين ومرتين في اليوم وعلى فكره من الخوف ما كنتش ببقى جعانه. انا من الخوف كنت يعني انا خايفه من الاكل، مش خايفه وحته النوم بدري دي. اصلا كنت من النوع اللي بسهر عشان ابتدي انام 9 10، دي كانت صعبه جدا. اصحى 3 الفجر اعمل ايه في البيت يعني؟ ما فيش حاجه هعملها. حبه في حبه لا بقيت بفوق، بقيت بصلي الفجر، ودي حاجه كانت مضايقاني جدا، ان كان ساعات بيفوت من عليا، ممكن انام قبليه بساعه فمش هصحى.